الفنانة وردة، باعتقادك شنو هي الأغنية العربية المعاصرة الآن؟ كيفاش خصها تكون؟ شنو هو التصور ديالك لأغنية عربية ما نقولش ناجحة ولكن أغنية مثالية؟ أنا بهنيك على السؤال ده لأن كان نفسي أقول رأيي في المشكلة، لأن بقيت مشكلة ما في شك. أنا في رأيي إن الأغنية تبقى لا قصيرة ولا طويلة زي زمان، يعني مش عايزين أغنية تبقى ساعة، تبقى مثلا في التسجيل تاخد نص شريط، يعني وش واحد، والكلمات لحد ما تبقى مش خفيفة بس خفيفة الدم، لأنه النفس الجمهور ما بقاش طويل زي زمان. فأنا في رأيي إن الأغنية تخفف دمها عن زمان شوية، إنما بأسلوب محترم. ده اللي كنت بقوله عن البنت اللي اسمها أنغام، بتعمل أغاني فيها طرب وفي نفس الوقت مش طويلة يعني مملة. نعم. نفس الجمهور ما بقاش طويل. يعني أنا بلاحظ حتى في أغانية يعني بردك الجمهور بيحب الحاجات اللي فيها رقص، اللي فيها حركة. بيستحملوا مني المواويل، لأني بقول مواويل كده يعني مش مترتبة، يعني الحاجات اللي خارجة عن اللحن. إنما الناس ما بقتش نفسها طويل. أنا في رأيي، ما أعرفش المغرب إيه، إنما بالنسبة لتونس، بالنسبة لباريس، بالنسبة للجزائر، وهو كله نفس الجمهور تقريبا. يعني بنلاقي توانسة، مغاربة، جزائريين، عراقيين، لبنانيين، مصريين بيحبوا الأغاني اللي لا هي طويلة ولا قصيرة، يعني 20 دقيقة. الفنانة وردة، هذا السؤال من المفروض كنت نوجهه لناقد، ولكن أنا أعرف شجاعة وردة رغم أنني ألتقي بها لأول مرة، ولكن قرأت لها وسمعت عنها. قلتي الجمهور ما بقاش عنده نفس. واش الجمهور أو المطربين ما بقاش عندهم نفس؟ لا. ليه بتقول المطربين؟ لا، أقول يعني أنت بتتكلم على الموجة الجديدة بتاعت الأصوات الجديدة. اما هو في كتير منهم ما عندهمش نفس خالص، مش نفس صغير ولا طويل. في بيغنوا كده يعني بيعملوا اغنيه ناجحه مثلا وخلاص، بعد كده الله يرحمهم، يعني ما فيش كفنانين مش موجودين. ده شيء. انما بقول بردك الجمهور ما عندوش استعداد. يعني بالصراحه احنا مش ام كلثوم، عصر ام كلثوم خلاص. مش بس عشان ما فيش ام كلثوم، لا، جمهور ام كلثوم كمان مش موجود. أنا هذا السؤال كنت أقصد منه مثلا أنه الفنانة وردة ممكن تغني سهرة يعني لوحدها طبعا، يعني ساعتين وبغني مدة طويلة. أما ده اللي بيعمله دلوقتي ساعتين ونص تقريبا. أم كلثوم الله يرحمها كانت تعمل نفس الشيء بطبيعة الحال. كانت بتعمل نفس الشيء بس بأغنية واحدة. أغنية واحدة مثلا الأطلال تعمل فيها ساعتين. نعم. لكن بالنسبة يمكن نقول أكثر من 90% من الأصوات الجديدة أعتقد أنهم ما عندهمش قدرة للوقوف فوق الخشبة وما عندهمش النفس الطويل من أجل الصمود أمام مدة والله ما أعرفش يعني أنا مش هنا عشان أتكلم. أنا أعطي وجهة نظري وما نحقيش نعطي وجهة نظري، نسمع الفنانة وردة أحسن. لا أنت خلاص اديت وجهة نظرك، وما في شك إنه معك حق، ما في شك. يعني ما حدش أثبت إنه له الصمود زي ما بتقول على إنه يقف على خشبة المسرح ويغني في نفس أو في وصلتين 3 ساعات. فعلا ما بقاش فيه. يعني بيتهيألي إن والله لحد دلوقتي ما حدش أثبت ده. ما أعرفش الأصوات اللي أنا ما شفتهمش على خشبة المسرح، ما أحبش أظلمهم، انما لحد دلوقتي المعروف انه ما فيش ده فعلا. مثلا احنا كنشوفوا الرموز الاغنيه مثلا في المغرب العربي، رموز الاغنيه المغربيه او الجزائريه، مثلا درياسه، سيدي احمد الخليفي، راجل من 69 سنه لما كيوقف الان فوق الخشبه ويغني تقول هذا عنده 40 سنه. عندنا عبد الهادي بن الخياط، عبد الوهاب الدكالي، محمد الخياني. يعني لا يعني انا كنقول لك رموز الاغنيه، ما نقولش رموز الاغنيه. صح، بيغنوا مدة طويلة دول. نعم. بيستحملوا. نعم. عشان أصوات في يعني متمرنة. عارف أصوات متمرنة، يعني في تمرين، في تدريب. تدريب صوتي. وبتهيألي إنه اللي أنت بتقول عليهم بردك ده من جيل آخر. ما فيش السرعة بتاعت زماننا، ما فيش الحب للمادة. يعني أنا لما ابتديت أغني في مصر، هل كنت بقول هتدولي كام؟ ولا عمري بقول الكلمة دي ولا بهتم بده. ان شاء الله طول عمري اغني ببلاش. كنت عايزة ايه؟ اوصل
يعني الحمد لله كنت مع اهلي، ومش مش مستنيه من المهنه اني اكل منها، كنت عايزه اوصل. ثم بعد ذلك طبعا بقت المهنه بتجيب فلوس، ده شيء تاني. انما الجيل بتاع دلوقتي ما اعرفش يعني، اولا بيركبوا مرسيدس بدري قوي مثلا ما اعرفش بيعملوا ازاي الحكايه دي، المعجزه دي. زمن غيرنا، ما فيش شك انه زمن غيرنا. احنا تعبنا عشان نوصل للي احنا فيه. على فكرة مش معناها ان انا بحقد على اللي راكب مرسيدس ولا غير مرسيدس انما ده اللي بنشوفه دلوقتي، يعني جيل تاني، حاجة تانية خالص. احنا على زماننا ما كناش بندفع عشان نغني كمان. دلوقتي بيدفعوا فلوس. وردة تدفع الان باش تغني الان؟ لا، وردة بيدفعوا لها الان عشان تغني. وزمان وردة ما كانتش بتدفع عشان تغني، لا طبعا كانت بتغني ببلاش. انا بقصد الملحنين والمؤلفين حتى الملحنين كانوا مختلفين. دلوقتي اي ملحن بيطلب منك كام؟ 10000 جنيه اقل حاجة. طبعا يطلبها المطرب طبعا. نعم. احنا على زماننا ما كانش في ده. ما هو ده بردك ده حظ بالنسبة لنا. انا عندي الحظ اني طلعت على ايام العمالقة اللي كانت المادة تاني حاجة بيفكروا فيها، الفن ثم المادة. دلوقتي المادة نعم. ثم الفن إذا كان هناك فن. فنانة وردة، في اعتقادك هل هذه ظاهرة صحية؟ يعني قضية البيع والشراء في الأغاني. وحشة الكلمة دي على فكرة، وحشة كلمة بيع وشراء. ده اللي بنسميه. هل ظاهرة صحية؟ يعني شراء الألحان، شراء الكلمات، ماذا بيع وشراء؟ أصبح سوق طبعا. أيوة بيع. شفت أديك قلتها. يعني أنا بقيت مقلة ليه؟ للأسباب دي. أدينا وصلنا لعظمة الحديث. فنانة وردة، ماذا عن تجربتك في مجال السينما؟ عملت 5 أفلام وعملت مسلسلين، منهم واحد مكسوفة منهم مش عايزة أجيب سيرته. وفي الأيام دي مشاريع فيلم ومسلسل إن شاء الله. عشان كده حضرتك ما لقيتنيش كل يوم مشغولة. بنغير في السيناريو وربنا يوفقنا ان شاء الله. ممكن تحدثينا شويه عن الاعمال الجديده ان شاء الله قبل ما يشوفها الجمهور؟ لا، ما انا ما اقدرش، ولو اشارات يعني. في قصه بتتكتب الان من وحيد حامد، هو اللي كان عامل لي اوراق الورد. طيب الفنانه وردة، هل تشاهدين مسرحيات هنا في بشوف. اخر مسرحيه شاهدتها وردة شفناها ايه؟ رياض فكرني، نص انا نص انتي، مع سهير البابلي و اسعاد يونس. شنو تقييمك لهذا العمل هذا؟ حلو يعني، جماهيري ما اضافش حاجه كقصه، انما جماهيري ناجح بحكم الاثنين النجمتين يعني. الغوال دول الاثنين بسميهم الغوال. لانه ما شاء الله كل واحده اقوى من الثانيه في ميدان الضحك والكوميديا. وشفت كمان ايه؟ لا شفت حاجة كمان كانت حلوة. عشان خاطر عيونك مع شريهان وفؤاد المهندس، كان حلوة استعراضية. نعم. الفنانة وردة يعني والواد سيد الشغال. نعم، شفتهم كل دول السنة اللي فاتت يعني من 3-4 أشهر. طيب ما رأيك في مسرحية الواد سيد الشغال، وما رأيك بالخصوص في أداء عادل إمام؟ هنتكلم في أدائه. ما هي المسرحية دي موجودة 4 سنين لأنه في عادل إمام. شيل أنت عادل، ما كانتش قعدت 4 أشهر أظن. فهمت إزاي؟ مش معناها إنها وحشة، إنما هو أضاف لها ما شاء الله يعني بخبرته بحضوره زي ما كنا بنقول. يعني في شك إنه عادل يعني عملاق. طيب الفنانة وردة، نقترب من نهاية هذا اللقاء، ونحن بطبيعة الحال لو تحدثنا معك ولو بقينا مع المستمعين لساعات طويلة سنبقى في الاستماع. أنا أقول هذا نيابة عن المستمع بكل حماس، ولكن وقت البرنامج ووقتك أيضا أنت لا يسمح لك بأكثر من هذا. لذلك أترك لك كلمة ختامية لمستمعي إذاعة المملكة المغربية. الإجابة عن سؤال لم أوفق أنا في طرحه. لا، تمنياتي إني يعني لما أروح المغرب إن شاء الله يكون المستمعين والجمهور المغربي حسب ما أنا فاكراه. يعني قصدي أقول إنه يكون يعني مشتاق مش لوردة،
انما للطرب الحقيقي. هو مشتاق لوردة وللطرب الحقيقي. للطرب الحقيقي عشان انا اقدر اتمتع وادي كل اللي في قلبي وكل من اللي في امكانياتي من فن وتطريب. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.